عرفت يا هلهولة يا زملكاوي انت وهو ان مش بايدينا نمنع او نوافق او نرفض اي راعي يدخل الاهلي او الزمالك؟ عرفت يا هلهولة ان مش بايدينا ان احنا نروح نقول للناس ديت اوعى ده المنتج ده مقاطعة، ده المنتج ده بيقتل اخويا في فلسطين؟ عرفتوا ان انتوا كنتوا بتعلق علينا؟ عرفتوا ان انتوا ولا ليكوا لازمة؟ عرفتوا ان السوشيال ميديا ما بتحكمش ولا اي حاجة وانتوا شوية هلاهيل؟ الفرق بيني وبينك ان انا طلعت افهمك واقول لك ان انا متعاقد قبل 7 اكتوبر ومش عايز تفهم. ليه مش عايز تفهم؟ لان انت مش شايف قدام منك فلسطين، انت كنت شايف قدام منك اللي انا لازم اهاجم الاهلي في اي حاجه، اطلعه عميل وخلاص، اطلعه اللي هو راجل بص كافر، اطلعه اللي هو راجل ما بيفهمش في الدين، ما بيفهمش في القواضي، ملوش قضيه. ولكن انا مش طالع اعلق عليك، انا طالع اقول لك ما تستنسخش بوستات من شويه كوادر عاملين نفسهم كوادر اصل، يعني شويه هلاهيل زملكاويه عاملين نفسهم كوادر وانت بتاخد منهم البوستات. ما تبقاش حافظ مش فاهم، افهم الكلام قبل ما تقوله. امبارح كلكم بقيتوا في نص هدومكم بسبب التيشيرت اللي نزل عليه راعي جديد، مش عايز اقول طبعا اسمه كلنا عارفينه، وهو مقاطعه. احنا كاهلاويه وانتوا كزملكاويه، وفي عرب وفي مسلمين وفي مسيحيين مقاطعين عشان مش راضيين باللي بيحصل في فلسطين. انما انتوا بتطلعوا تعلق علينا وخلاص وانتم عارفين الصح فين والغلط فين. انا مش طالع افوقك ولا طالع اقول لك اي حاجه، لان انا عارف ان انا بتكلم مع واحد حمار ما بيفهمش او فاهم ومش عايز يبين اللي هو فاهم، كرها في النادي الاهلي وليس حبا في قضيه ولا حبا في فلسطين ولا حبا في الدين ولا حبا في اي كلام من ده. زي كده اي قضيه رفعت، اي لاعب دلوقتي مش جاي على هواك بتطلع تقول ده هيبقى رفعت جديد، انما انت تطلع تشتم عادي وتنتقد عادي. ده انت دلوقتي هتشتمني في الكومنتات، يعني ده ما يتحسبش تنمر؟ ما يتحسبش ان ده رفعت جديد؟ ما علينا، انا مش زعلان على نفسي، قول اللي انت عايز تقوله، انا راضي الحمد لله على اللي انا بعمله وهعمله فيكم. تمام؟ اللي انا عايز اقوله لك ان لا انا ولا انت متحكمين في النادي بتاعنا يا غبي. احنا بناخد فلوس منهم من المقاطعه ديت، ولكن ما بندهمش فلوس لان احنا مقاطعين وعارفين ديننا وعارفين قضيتنا فين. صباحكم زي الفل. ويا زملكاويه يا عاقلين ما تزعلوش مني، ويا زملكاويه اللي كنتوا بتنتقدوا وخلاص وامبارح بتشيدوا، انتم يعني في مزبله التاريخ، ربنا يكون في عونكم. طالعين تقولوا على لعيب راجل، راجل من انهي اتجاه؟ عرفتوا مين اللي هو راجل؟